سفينة كونتي فيردي اللي هتتحرك من ميناء مارسيليا في فرنسا، اللي هيكون عليها 4 فرق بس اللي شاركوا من اوروبا، فرنسا وبلجيكا ورومانيا ويوغوسلافيا. هتشوف في السفينة جون ريمي والفرق والجهاز الفني بتاعها والكرة اللي هيتلعب بيها الكاس والكاس نفسه. يعني السفينة دي لو ما وصلتش او تاهت مفيش كاس. السفينة هتتحرك يوم 21/6/1930 عشان توصل تقريبا 4/7 الاوروجواي. البطولة كلها كانت بتتلعب ب 13 منتخب، 13 دولة بس اللي شاركوا، 4 من اوروبا زي ما قلنا، فرنسا وبلجيكا ورومانيا ويوغوسلافيا، ومن امريكا الشمالية المكسيك والولايات المتحدة، ومن امريكا الجنوبيه اوروجواي طبعا البلد المستضيفه، الارجنتين والبرازيل وتشيلي وبيرو وباراجواي وبوليفيا. وكانت اول بطوله عالميه واول نسخه من كاس العالم اللي هتتلعب في عاصمه اوروجواي مونتيفيديو، واللي هتبدا يوم 13/7 وهتخلص تقريبا يوم 30. بس لانها كانت اول بطوله تتعمل وتجربه جديده، فطبيعي هتشوف شويه مشاكل في الاستضافه والتنظيم، زي بعض الفرق مثلا لما وصلت لقيت في ملاعب لسه ما جهزتش واضطروا يلعبوا في ملاعب مؤقته، وكان الجمهور اللي بيتفرج على الماتشات قليل جدا لان الناس كانت بتشتغل الصبح وما كانش في كهرباء كفايه نشغل الاستادات بالليل. المشكله الثانيه